اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. تعالوا النهارده نملح ليمون بطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه. وانتوا عارفين طبعا الزيتون يا جماعه نزل غالي ومحدش لحق يملح. دلوقتي الليمون، عايزه تملحي ليمون للشتاء لرمضان بيبقى طعمه جميل جدا. لو عملتيه بالعصفر، لو عملتيه ساده كمان، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين صابح معانا وطازه واخضر وجميل. طبعًا يا جماعة أنتم عارفين طبعًا المخلّلات كلّها غِليت. الليمون كتير أوي ورخيص الأيام ديّة، ممكن تخزّني منه. هينفعنا جدًا تمليح الليمون في الشتا مع الرز وعدس ورز وبطاطس، بيبقى طعمه جميل. جيت ما لحقناش إحنا نملّحه زيتون، قُلنا نملّحه ليمون. والليمون كتير أوي ما شاء الله ومالي السوق، حابة تخزّنيه في الفريزر وحابة تملّحيه، الحقي قبل ما يغلى. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا، حط لي لايك واشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحطينا حلة على النار زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. حطينا الليمون بتاعنا من غير أي حاجة، يخش غير 10 دقايق ولا أقل من 10 دقايق يتسلق معانا الليمون. وبعد كده طلعه على طول، طلعناه على المية سقعانة، يعني مية متلجة عشان ما يستويش عن اللزوم. حطيته على طول في المية زي ما انتم شايفين. أسلق كل الليمون بتاعي وارجع لكم تاني بإذن الله. وسلقنا الليمون بتاعنا ما شاء الله تبارك الله. وكمان رحت جبت مقص كده وفتحته فتحة واحدة. لو انت عايزة تفتحيه 4 فتحات افتحيه براحتك انتي. نفس الطريقة الجميلة دي تجيبها في النص كده وبالمقص وتفتحيه. سهل جدا وجميل جدا. لو حابة انتي تحشيه من جوه عصفر وهرس الشطة، احشي بيبقى طعمه جميل جدا. وجبت، ما احنا عندنا العصفر دلوقتي غلي، ما فيش دلوقتي حاجة ب10 جنيه، أقل حاجة ب20، واحنا عايزين نوفره. قلنا نعمله بحاجة بسيطة جدا. ويلا بينا نحضره دقيق الليمون. معانا كوبايتين مية في الخلاط، حطينا فلفلة حمرا، حابة تحطي برادة تحطي حراقة براحتك انتي. نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكركم. الطريقة سهلة خالص، إن شاء الله تعجبكم. الدقة دي تخلي ريحة الليمون معانا جميلة جدا. زي ما انتم شايفين كل حاجة في الخلاط واضربها ضربة بسيطة جدا. احط 4 معالق من الملح. الطريقة سهلة خالص، ولو حابة تحطي عصفر حطي، لو حابة تحطي حبة البركة حطي، بيبقى طعمه جميل جدا. وجيت ما مش متوفر احنا حبة البركة عندنا ولا عصفر، حلو ده وجميل وراح ان شاء الله يعجبك في التمليح. مع الدقة الجميلة مع الكركم مع البابريكا مع قرون الشطة الحراق، وقطعت كمان فيها قرون شطة من الحراقة دي الخضرة، عشان يطلع معانا الليمون جميل كده وريحة وطعم. أعبي على طول في البرطمان بتاعي. خلال ده يا جماعة خلال أسبوع تاكلي مني ما شاء الله عليه. راح يعجبك لو جربت الطريقة بتاعتي. زي ما انتم شايفين ميته جميلة جدا ولونها حمرا وجميلة. لو جربت الطريقة الجميلة دي راح تعجبك بإذن الله طريقتي، وأحلى من بتاع المحلات، وحاجة مضمونة وعاملينها في بيتنا. زي ما انتم شايفين خلصنا، وكبست كل حاجة في البرطمان كده وعبيت البرطمان بتاعي. الكمية اللي بتحبيها تعمليها. الليمون رخيص جدا وب10 جنيه الليمون يا جماعة في كل حتة. بجد ريحة الدقة اللي أنا عملتها جميلة جدا جدا، هتخلي معايا الليمون ممتاز. تحفة بجد يا جماعة زي ما انتم شايفين. والمية بتاعته جميلة، دقته جميلة جدا ما شاء الله. طبعا أنا راح أقفل عليه وأسيبه مدة أسبوع ولا أقل، وآكل منه على طول وبألف هنا وشفا على اللي بياكل منه. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم طريقة تمليح الليمون. طريقة سهلة جدا وبسيطة وللبنات المبتدئين. وأشوفكم فيديو تاني بإذن الله.